العافية جميعا. حقيقة معالي الصديق نسرين كمان الصديقة، حقيقة كلياتنا بنعرف يعني الاعتداء الأثيم اللي صار على لبنان، على الشعب اللبناني في آخر كم يوم، واللي حقيقة يعني كانت نتيجته أنه جزء من مجتمعنا للأسف فقد أمور كثير مهمة. نحن عنا شهداء صاروا هلأ يمكن حوالي 32 شهيد بحسب أرقام وزارة الصحة، وكذلك عنا الجرحى بالآلاف. بهذا الحادث الأثيم يمكن الشيء الجيد اللي حدث هو شفنا هالتلاحم اللي صار بين يعني هالشعب اللبناني، وشفنا كيف وخاصة يعني جزء كثير مهم من الشعب اللبناني، القطاع الصحي بأطبائه، بممرضي، بمسعفي، بتقنيي. يعني نحن عشرات الأطباء كانوا قدوا الليل كلياته بغرف العمليات ورجعوا يمكن ارتاحوا شوي وكفوا في اليوم التالي. كذلك فينا نقول مئات الممرضين المسعفين حقيقة لحتى قدروا قدموا الخدمات لأهلنا اللي أصيبوا بهذا الحادث الأثيم. ولكن كذلك يعني بالإضافة لهالجهود هيدي الطيبة اللي بذلوها العاملين في القطاع الصحي، شفنا كذلك موجة دعم وتضامن خارج نطاق لبنان. وحقيقة نحن اليوم عم نكرم نستقبل مبادرة كثير كريمة، طبعا عم بيقوم فيها أشقائنا إخواننا العرب في دول الجوار وغيرها. وكذلك يعني أنا بدي أقول بإحدى يعني دعائم العمل في القطاع الصحي النقيب نسرين الأشقر، اللي حقيقة كانت يعني إن كان عبر عملها النقابي سابقا أو عبر عملها باتحاد الجمعيات يعني البصريين في العالم العربي، عم بتكون دائما تحمل همين، أكيد هم المهنة ولكن كذلك هم لبنان. وأنا بتصور أنه هالمبادرة اللي حتعلنها اليوم يعني حقيقة هي أمر مهم لنا، ونحن في لبنان أكيد دائما يعني مقدرين لكل هالمبادرات، إن كان من إخواننا العرب أو من أبنائنا اللي هن بأي مركز كانوا فيه عم بيحاولوا جهدهم يقدموا لبلدهم ولا مجتمعهم. صباح الخير للجميع. نحن اليوم يعني الزيارة هي لها عدة أهداف. الهدف الأول هو طبعا نحن جايين نشد على ايده لمعالي الوزير اللي حقيقة صار له 3 أيام منام، هو وفريق عمله والأطباء اللبنانيين وكل الفرق الطبية اللي موجودة على كامل الأراضي اللبنانية. يعني صحيح أنه هذه الجريمة حصلت خليني أقول بيروت والجنوب، إنما الطواقم الطبية والمستشفيات اللبنانية كلها سوا اشتغلت. يعني موضوع التضامن يلي نحن شفناه بلبنان حقيقة نحن هيدا تضامن اشتقنا له. للأسف إنه ما عم نشوفه غير بالكوارث، بس بأقله بنقول إنه كتر خير الله إنه الناس بعدها بتتضامن مع بعضها. هون بدي أقول شغلة للإعلام. طبعا إنه عم بيطلع كتير أخبار شمال يمين، أخبار بتكب توتر وبتكب قلق عند المواطنين اللبنانيين، إن كان بالمواضيع السياسية أو الأمنية أو العسكرية أو حتى الطبية. هون نحن بنطالب المؤسسات الإعلامية، المنصات الإعلامية، مش بس خليني أقول إنه المؤسسات يلي هي مرخصة من تلفزيونات وإذاعات وصحف، إنما كل شيء له علاقة بالإعلام الجديد. يعني عم نحكي سوشيال ميديا، منصات مختلفة، وبشكل خاص جروبات الواتساب يلي عم بتكب شمال يمين أخبار ما لها معنى وما بتكون مضبوطة. بموضوع وزارة الصحة نحن بنحيي هذه الوزارة، لأنه حقيقة غير إنه شغلها يلي عم بيكون كتير محترف وكتير إنساني، بأقله بالموضوع الإعلامي أنا اللي بأكده إنه هيدا المصدر الوحيد يلي أنتم لازم تاخدوا منه الخبر اليقين، لأنه أخبار قد اللي بدكم شمال يمين. فبليز ندائي للإعلام إنه وزارة الصحة هي المصدر الوحيد يلي بتعطي الأرقام
المضبوطة، على أمل أنه طبعا يعني نحن نقول أنه الأرقام تكون أقل بكثير مما بنفكر. ثلاثة، بدي أشكر طبعا النائبة على هذه المبادرة يلي هي قدمتها، لأنه مثل ما بتعرفوا في كثير إصابات بالعيون، وهيدا شيء جديد بالعالم مش بس بلبنان. يعني عم نحكي انه منا صايره، كل اللي عم نشوفه وكل اللي عايشينه مش صاير بالعالم ابدا. بحب كمان اقوله انه حقيقه في كمان تحيه للحكومه ولخليه الازمه يلي صار لها اشهر عم تشتغل تا نكون نحن جاهزين لاي تطور دراماتيكي ممكن يحصل بلبنان. وهذه الخليه حقيقه الشغل يلي صار كثير مزبوط. عم نحكي عن، تخيلوا انه بلحظه عندنا بين 2000 و 3000 ضحيه، والجهاز الطبي والتمريضي بلبنان اشتغل على اكمل وجه وبشكل كثير 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 محترف وانساني. طبعا يعني كمان هون انا بحب اطمن اللبنانيين انه الحكومه، لانه دائما بنسال الحكومه شو بتعمل وشو الحكومه شو لازم تعمل. الحكومه عم تعمل اللي عليها، عم تعمل اللي عليها بكل شيء عندها اياه من صلاحيات وقوه و خليني اقول اهداف يعني ساميه نقدر نحمي اللبنانيين من اي كارثه ممكن تحل علينا. ف تطمين بيروح للبنانيين. برجع بقول انه ان شاء الله ما بنعوز هذه الخطه، بس يوم وقعت الجريمه، جريمه الحرب اللي صارت كنا موجودين. فمره جديده بقول شكرا معالي الوزير. حقيقه انت هيدي ثاني ازمه كبيره بتفوت فيها بحياتك المهنيه من بعد الكورونا، نجحت هونيك ونجحت هون، وشكرا.